أقيموا صفوفكم وسدوا الفلك اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إن
إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أهل الثناء والمجد الحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد كان بالكفار ملحق. وبعد مرحبا بكم في بيت من بيوت الله جل وعلا. صلى الله سبحانه وتعالى بحمده ومنه ألا يفض جمعنا هذا إلا وقد تاب علينا توبة يرضاها إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف حال قلوبكم مع الله جل وعلا؟ كيف حالكم مع كتاب الله جل وعلا؟ احنا ختمنا ولا لسه؟ لسه في حد ما ختمش؟ الليلة إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودات لنا وقفتان مع القرآن الكريم، وقفة مع التلاوة ووقفة مع التدبر. أما التي مع التلاوة سبحان الله يعني ورد عن كثير من سلف هذه الأمة مالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي والزهري وغيرهم كثير أنهم كان إذا دخل رمضان
غلقوا كتب الحديث وقالوا إنما هو شهر القرآن، إنما هو شهر القرآن. فهذا البخاري له ختمة في كل يوم وليلة، وشيخه علي بن المديني كذلك له ختمة في كل يوم وليلة. وهذا قتادة كان يختم كل سبع قبل رمضان، وفي رمضان كل 3 أيام، حتى إذا دخل العشر ختم كل يوم وليلة. هذا أبو حنيفة يختم كل ليلة. هذا الشافعي له 60 ختمة في رمضان في غير الصلاة، ختمة بالليل وختمة بالنهار. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما قلت لكم له ختمة مع كل ليلة، وغيرهم كثير، ومن قولهم الصحابة. هذا عثمان بن عفان يختم القرآن كاملا في ركعة واحدة في حجر الكعبة. وهذا أبو الدرداء له ختمة كاملة في ركعة واحدة. كان أبو حنيفة تحدث عنه زوجته تقول: أعلم عنه منذ 40 سنة أنه كان يقيم الليل من بعد العشاء إلى الفجر يتلو القرآن الكريم يختم عند كل ليلة. وابن المنيع رحمه الله تعالى يقول عنه ابن ولده: قد علمت من حال جدي أنه يختم منذ 40 سنة كل سنة. فكيف حالنا مع القرآن وهو شهر القرآن؟ طيب، أدلك على ختمة سهلة سريعة. صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لو أنك بعد كل صلاة قرأت فقط 4 صفحات من كتاب الله جل وعلا في 5 صلوات، تقرأ كم 20 صفحة. 20 صفحة بمعدل كم في القرآن؟ جزء في القرآن. ختمة سريعة 4 صفحات عقب كل فريضة لا تستغرق منك أكثر من 5 دقائق. كل صلاة تقرأ بعدها فقط 4 صفحات، تجد في نهاية اليوم بجزء، في نهاية الشهر بالقرآن كاملا. ليس لك عذرا عند الله أنك لا تختم القرآن كل شهر في رمضان ولا غير رمضان، وإلا وقعت تحت قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وعلى الأقل أجر تلاوة. سنحتاج أن يقف مع نفسه وقفة. طيب، أدلك على شيء أيسر وأيسر. هل أنك مثلا تختم القرآن إن شاء الله في رمضان 20 مرة، 10 مرات؟ طيب، هناك طريقة أخرى تستطيع أن تحصل بها الأجر. كيف هي؟ إن شاء الله النهارده تروح عند الإخوة اللي بيبيعوا المصاحف وتشتري إن شاء الله النهارده 30 مصحف، وتهدي كل أخ تعلمه أنه مجتهد في القرآن، اديله مصحف هدية وقول له اقرأ في رمضان في المصحف ده. الدال على الخير كفاعله. لما 30 مصحف يتختم فيهم في رمضان، كل مصحف فيه ختمة، يكتب لك كم ختمة؟ 30 ختمة في رمضان، وكأنك تختم القرآن كل يوم. إن لم تستطيع أن تشتري 30 ف20 ف10 ما يسر لك. ختمات سريعة وبسيطة. لنا وقفة، فإنه وقت بسيط يسير مع التدبر في كلام الله جل وعلا. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من لم يتدبر القرآن فإنما أغلق قلبه وإن كان يسرده سردا، وإن كان يتلوه ليل نهار، بدليل هذه الآية: أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك في هذه الدقائق المعدودات لنا وقفات لعلنا سمعناها من قبل،
ولكن من باب التذكرة في بعض ألفاظ القرآن الكريم لتجد العجب العجاب في كلام رب العالمين. فليس هناك ثمة حرف في كتاب الله جل وعلا زائد، كل حرف في كتاب الله عز وجل له معنى علمه من علمه وجهله من جهله. الوقفة الأولى من وقفات التدبر: ما الفرق بين الوالدين والأبوين؟ الناس اللي خدت في السنين اللي فاتت حد فاكر ما الفرق بين الوالدين والأبوين؟ إن شاء الله واحد. طيب، في اللغة العربية الوالدين مرادف ايه؟ الأبوين. الوالدين والأبوين يدلان على الايه؟ على الأب والأم. لكنه في القرآن الكريم حينما يطلق الوالدين في آية لها معنى، وأبوين في آية لها معنى آخر، ولا معنى لهما إلا في هذا الموضع بهذه اللفظة كما قالها رب العالمين. فتجد مثلا استعمال كلمة الوالدين التي هي في الجملة تدل على الأب والأم، لكن في حقيقة الأمر هي آتية من الوالدة، أي المرأة، أي الأم التي تلد. فالوالدين أصلها إيه؟ الوالدة، أتت من الوالدة المرأة التي تلد. أتت في سياق القرآن الكريم في باب البر والدعاء والإحسان كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ذكر الوالدين ولم يذكر الأبوين لأنه يتكلم بالأخص على الإيه؟ على الأم من باب أولى. وقال تعالى: رب اغفر لي ولوالدي، ولم يقل أبوين لأنه يتكلم عن البر والدعاء والإيه؟ والإحسان. أما إن تكلم عن الأبوين فإنما يدل في المقام الأول على إيه؟ على الأب. الأبوين في الحقيقة نسبة إلى الأب، وإن كان في المعنى الأعام فهي للأب والإيه؟ والأم. انظر إلى المواضع التي جاء فيها الأبوين في القرآن. فمثلا تجد في سورة يوسف عليه السلام: ثم رفع أبويه، ولم يقل إيه؟ والديه. ثم رفع أبويه على العرش وخروا له إيه؟ سجدا، لأن الأبوين نسبة إلى الإيه؟ نسبة إلى الأب، والأب هو أحق بالعرش، لأن الذي يحكم الرجل أو المرأة الرجل، ولذلك ورفع أبويه ولم يقل والديه. مثال آخر أو موضع آخر في القرآن نجد في سورة النساء مثلا قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لأنه الأغلب والأعم والأشمل أن الميراث يأتي من قبل من؟ من قبل الأب غالبا، فدخلوا في جملة الإيه؟ الأبوين، ولكن أطلقت لفظة الأبوين في هذا الإيه؟ الموضع بالأغلب والأعم والأشمل. اسمع مثلا: ما الفرق بين البعل والزوج؟ البعل هو الزوج في اللغة العربية، زوج المرأة هو بعلها، لكن لو أتينا إلى التفاصيل فإن البعل في اللغة العربية معناه المالك السيد. المالك السيد، نقول بعل الدار أي سيد الدار ومالكها. أما الزوج فهو النظير والمثيل والشبيه. فالمرأة حينما تكون تحت الرجل في هذه الحالة نطلق على الرجل بعلا، لأنه سيدها ومالكها وله القوامة إيه؟ عليها، وله القوامة عليها. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أتيران أنتم تملكونهن بكلمة الله جل وعلا. أما الأزواج فكما قلت لكم تأتي بمعنى الشبيه والمثيل والنظير، وفي ذلك كثير من يعني في كتاب الله جل وعلا. وتأتي يطلق على الزوج والزوجة كلمة زوج، حتى الزوجة في القرآن يطلق عليها لفظة إيه؟ زوج، كما قال الله تعالى: اسكن أنت وزوجك
الجنة، لم يقل زوجتك. وقال تعالى وأصلحنا له زوجة، لم يقل زوجته. يطلق على المرأة أيضا لفظ زوج. قال الله تعالى واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم أشباههم وأمثالهم. وقال تعالى وآخر من شكله أزواج شبيه ومثيل. طيب ننظر إلى آيتين في سورة البقرة حتى نعلم الفرق بين البعل والزوج. الآية 228 من سورة البقرة، اسمع جيدا. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال إيه؟ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولم يقل إيه؟ وأزواجهن. لماذا؟ لأن في هذه الحالة الطلاق هنا طلاق إيه؟ رجعي، طلاق رجعي، الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. ما زالت المرأة في عصمة الرجل، ما زال الرجل له قوامة على الإيه؟ على المرأة. ولذلك أتت لفظة الله سبحانه وتعالى في حق الرجل وبعولتهن. طيب اسمع الآية التي بعدها في سورة البقرة في الآية 232 بعدها قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لأن هذه الطلقة الإيه؟ الثالثة طلقة بائنة. خلاص المرأة طلقت الطلقة الثالثة، فليس للرجل على المرأة إيه؟ قواما، لم يصير إيه؟ بعلا، إنما صار إيه؟ زوجا مثيلا شبيها. قال فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طيب أيضا يقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن في حال إقامة العلاقة الزوجية. وإذا نأخذ معنى يا أخوانا أن الرجل يطلق عليه إيه؟ بعل. طب والمرأة بعل برضه ينفع؟ ينفع؟ لا ينفع. حالة واحدة بس، إذا ملكت الرجل بهواه. إذا ملكت الرجل بهواه سميها معه. طيب نأتي إلى آخر يعني وقفة أخرى حتى لا نطيل. ما الفرق بين المرأة والزوجة؟ فين عم حسن؟ ما الفرق بين المرأة والزوجة؟ انتبه حتى نعلم النساء التي في بيوتنا هل هن امرأة أم زوجة؟ في اللغة المرأة هي الزوجة، ولكن في القرآن الكريم لا، المعنى مختلف. فنجد أن المرأة في القرآن سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، وإن كانت متزوجة على باب الخصوص فالمرأة ذكرها في القرآن يدل على أن هناك مشكلة في الحياة الزوجية وقلق واضطراب وعدم استقرار. لذلك اسمع مثلا قال الله تعالى وامرأة نوح وامرأة لوط. امرأة نوح وامرأة لوط، لأن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين، ونوح ولوط نبيين صالحين. طيب قال وامرأة فرعون، لم يكن زوجة فرعون. امرأة فرعون آسيا كانت مؤمنة وفرعون كان كافرا. وامرأة عمران مات عنها زوجها، يوجد ما ينظف عليها حياتها. وقال أيضا عن زكريا عليه السلام قال قد بلغني الكبر وامرأتي عاقرة. هناك مشكلة عدم الإنجاب فسمها امرأة. طيب لما زالت المشكلة قال الله تعالى وأصلحنا له زوجة. إذا إطلاق كلمة زوجة في القرآن الكريم إذا تكون هناك مشكلة في الحياة الزوجية. إذا الذين أو اللائي معنا في البيوت زوجة ولا امرأة؟ مفيش وضاء لا سمعنا تحت. إن شاء الله زوجة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهن جميعا إنه على كل شيء قدير. وذلك يا أخوانا أختم به الحور العين. قال الله تعالى وزوجناهم بحور عين من الزواج، لأن في الجنة لا مشاكل لا هموم
لا غموض، فتكن لك زوجة في الايه؟ في الجنة وليست ايه؟ وليست امرأة. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.